متابعي قناة الأخبار المغربية، السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الخبر العاجل والخطير الذي وردنا اللحظة، زلزال قوي جديد يضرب هذه المدينة المغربية قبل قليل، والتفاصيل صادمة ستهز المغاربة. تابعوا التفاصيل. ولكن قبل البدء نستحلفك بالله العلي العزيز إذا كنت مسلم أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتدعو الله أن يلطف بنا من غضبه، ولا تنسوا تعطير فمكم بالصلاة على نبينا الكريم. للأسف هذه أسوأ سنة مرت في حياة المغاربة، وذلك بعد أكبر زلزال شهدته البلاد في التاريخ، والذي بلغت شدته أزيد من 7 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في أزيد من 10,000 وفاة وخسائر مادية جسيمة. وبعد مرور أسابيع قليلة على هذه الكارثة الإنسانية الطبيعية التي هزت البلاد، تفاجأ المغاربة اليوم بكارثة جديدة، حيث أكدت وتداولت مجموعة من المصادر الموثوق منها قبل قليل بأن زلزالا جديدا بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر ضرب بعض المناطق المحيطة بمدينة أكادير قبل قليل، ومجموعة من المناطق المجاورة. وكذلك شعر بالهزة تقريبا بعض سكان مدينة الدار البيضاء ومدن مغربية أخرى، لكنها كانت خفيفة. وهناك من لم يشعر بشيء، وذلك صبيحة اليوم ما دفع بعض المواطنين للخروج إلى الشارع خوفا على أرواحهم. هذا وحذرت الأمم المتحدة وعلماء فلك أمريكيين بأن هناك مجموعة من الهزات الارتدادية الأخرى التي ستواصل ضرب مجموعة من المدن والأقاليم المغربية، وقد تستمر لأزيد من شهر، وقد يرافقها تسونامي ضخم في بعض المدن المغربية الساحلية، حسب ما أكده علماء الفلك الأجانب، والعلم عند الله تعالى. وفي النهاية نسأل الله تعالى أن يصرف عنا غضبه وأن يلطف بنا وبسائر أمة محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.